نرجع تاني مع بعض ونروح للأستاذ جمال نور الدين. بيقول لي لسه بعد الفاصل في كمان كلام جامد. عايز اقول لك ان اللجنه الاولمبيه اللي خدت الضمانات، خدت حقوق اللجنه الاولمبيه المصريه، اللي خدت الحقوق والامتيازات دي، خدتها بناء على توقيع من المهندس خالد عبد العزيز، وهو متاكد بان الحدوته دي لا هتفرق مع الوزاره ولا هتفرق مع اللجنه الاولمبيه، لان دور اللجنه الاولمبيه هي حلقه الوصل ما بين الاتحادات والوزاره. تمام؟ فحتى لو وقع، وانا متاكد ان هو وقع على الضمانات دي، حتى لو وقع على الضمانات دي فهي كانها لم تكن، لان دور اللجنه الاولمبيه معروف. ده حاجه. الحاجه الثانيه، من يتحدث عن بند ال8 سنين وفزاعه بند ال8 سنين، عايز اقول له على حاجه واحده، ان رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه بيقعد 8 سنين بموافقه الجمعيه العموميه، وبيقعد 4 سنين بعدهم اختياري، ممكن يقعد او ما يقعدش، وبعد كده يمشي من اللجنه الاولمبيه ما يرجع لهاش تاني. طب اعضاء المكتب التنفيذي 4 سنين في 4 سنين، يعني بند ال8 سنين. جمال اتدخل معاك في الجزئيه دي. بس بند ال8 سنين مش اتكلموا اتناقشوا يعني. لو في عايز تقول حاجه، انا عاوز اقول لك التهريج، يعني حتى كان الاستاذ اسلام صدق هو اللي عامل الموضوع ده. التهريج اللي بيحصل في لجنه ال50 اللي كانت عاملاها اللجنه الاولمبيه لاعداد القانون، عملوا بند ايه بالنسبه للمنصفين؟ قال لك التمسك ببقاء بند ال8 سنين، ولكن اذا رغبت الجمعيات العموميه بناء على رغبه الجمعيه العموميه. شايف التهريج؟ شايف تفصيل اللوائح؟ شايف ترزيه اللوائح اللي احنا بنتكلم عنها؟ ولا تقربوا الصلاه؟ شايف اللي بيحصل؟ طيب انا معايا دكتور محمد فضل الله، يعني طبعا خبير استاذ اللوائح والقوانين والتشريعات الرياضيه، ونشوف رايه ايه. انه كان في كلام متناقض كان الدكتور محمد بيقوله، فنعرف بقى رايه ايه بعد تأجيل أو بعد ضمان وجود انتخابات وخطاب اللجنة الأولمبية الدولية، وهو المتحدث الرسمي باسم لجنة ال50 اللي طلعت من اللجنة الأولمبية المصرية. طيب دكتور محمد، ازي حضرتك؟ كابتن كريم، ازي حضرتك؟ سلام لحضرتك ولضيوفك الاستاذ جمال والاستاذ بليغ. الله يخليك يا دكتور. ايه رأيك في اللي حصل، الشقلبة اللي حصلت اليومين اللي فاتت دي؟ بص يا استاذ كابتن كريم، طبعا اللي حصل ده انا بالنسبه لي انا برفضه تماما. ما ينفعش تدار الرياضه المصريه وفقا لهذا النهج. الصح واللي انا مصر عليه واللي هفضل مصر عليه، سواء اختلفت مع اللجنه الاولمبيه، الاستاذ بليغ كان معايا عشان خاطر الناس ما تقولش ان انا بقى كان الاستاذ بليغ بيقول ان انا متفق مع اللجنه الاولمبيه، لا انا متفق مع اللجنه الاولمبيه في هذا القرار. الصح ان انت كنت تخرج لقانون جديد يحترم الرياضه المصريه ثم تجري عليه الانتخابات. وده رايي يا كابتن كريم، قلته عند حضرتك اكتر من مره. ما حدث في هذا الامر من خطاب ذهب للجنه الاولمبيه الدوليه بيؤكد ان كل حاجه تمام، وان واحد بتاع نادي الترام طلع معاش، والنادي الترسانه استقاله، واستاذ ممدوح عباس نرجعه لحد، والكلام ده كله هذا تهريج في اداره الرياضه المصريه. يرجع ازاي ممدوح عباسي لحد يا دكتور؟ انا بقول لك ده الكلام اللي بيحصل، هو ده الكلام اللي بيتقال. اولا هذا الخطاب عشان تيجي اللجنه الاولمبيه الدوليه كمنظمه دوليه تيجي تقول لك بعد ما هي ارسلت خطابات بتؤكد على ان انت لازم تصدر قانون تتبعه بلائحه ثم تجري انتخابات على هذا القانون ولا تقوم باي اجراء انتخابات على لائحه دلوقتي، الخطابات اللي كانت بتصدر قبل كده، وتيجي تغير رايها بهذا الطريقه، انا بقول لحضرتك بلغت باحداث ليست حقيقيه منطقيا. عشان تيجي تقول لي خطابات ترسل لغايه. طب يعني كده المشكله والعيب بقى في اللجنه الاولمبيه المصريه بعد ما خدوا الامتيازات من وزير الشباب والرياضه، يبقى كده غيروا كلامهم تماما. دكتور، باعوا القضيه ولا ما باعوش القضيه يا دكتور؟ هم مسؤولين اللجنه الاولمبيه الدوليه باعوا القضيه ولا ما باعوش القضيه؟ ما انا بقول لك ايوه يا لا. جمال، انا بقول لك يا استاذ جمال، انا بقول لك باعوها ولا ما باعوهاش؟ ايوه يا لا. بالمنظر ده طبعا اتباع. متشكرين يا دكتور. بالمنظر ده طبعا اتباع. لما تيجي تقول لي خطابات لغايه شهر 2 بتؤكد ان انت ما تعملش اي انتخابات، وهذه اللائحه مخالفه للميثاق الاولمبي، واللجنه الاولمبيه تعترف بان هذه اللائحه مخالفه للميثاق الاولمبي، ونطلع ونتكلم بهذه الطريقه ونهاجم بهذه الطريقه عشان بتدافع عن قضيه مخالفه لوائح لميثاق اولمبي، ثم بعد ذلك تيجي تقول لي خطاب جه من اللجنه الاولمبيه بيقول نشكركم على اللي انتم عملتوه وعلى وصولكم لاتفاق، يبقى احنا بنهرج. يعني الجوابات اللي كانت قبل كده كانت بتتبعت من اللجنه الاولمبيه للجنه الاولمبيه، ما كانش تهريج يا دكتور؟
يا استاذ بليغ انت امام خطاب رسمي بيجي لك من اللجنه الاولمبيه، ما انت لازم بقى تفتح بقى تتكلم، لازم انتوا بقى تتكلموا الكلام ده. انتوا لا هم اتكلموا بما فيه بس انا عاوز الكفايه يعني الدكتور فضل الله بعد اللي حصل بعد القعده دي، الراجل قابلني في اللجنه الاولمبيه واتكلم معايا وجهه نظر. انا بقول للدكتور فتح الله انت راجل فضل الله يا دكتور فضل الله انت راجل محترم، وارجو ان تستقيل ولا تستمر في اللجنه الاولمبيه ولا يتم استغلالك اكتر من هذا. يا استاذ بليغ انا لما رحت اللجنه الاولمبيه رحت لكيان مصري، طب انا اسالك هتستمر يا دكتور؟ انا بطالبك انك انت بالانسحاب احتراما لعلمك واحتراما لتاريخك، بطالبك بالانسحاب. هو بيقول لك مش هيستمر، هو مش هيستمر. استمر في ايه يا استاذ بليغ؟ انا رحت واستاذ جمال نور الدين يعرف محمد فضل الله من الكليه. يعني استاذ جمال نور الدين اللي جالس امامك يعرف محمد فضل الله من اولى كليه، مش يعرف محمد فضل الله بقى وهو دكتور، وهو يعلم ان محمد فضل الله ثابت على حقه وثابت على رايه من ساعه. طب عايز اخليك تنصحهم نصيحه يا دكتور، معلش. مفيش حد من اللجنه الاولمبيه اللي ورط مصر واهدر سمعتها الرياضيه في الخارج، محدش يطلع ينطق تاني عن فزاعه الميثاق الاولمبي او اللجنه الاولمبيه الدوليه. ممكن توصل الرساله دي؟ ما يخلوش الدكتور فضل الله يطلع يتكلم عنه تاني. انا بقول لك اهو، انا بقول لك لا، هي بص في خطا بيحصل في قضيه التخاطب مع ده. انا بقول لحضرتك طالما اللجنه الاولمبيه والمنظمات دي لا تتحرك الا بموجب خطاب. اتخدعت يا دكتور. اتخدعت زي ما كل الناس اتخدعت. انا بقول لك اهو يا استاذ جمال، طالما ان انت بعت لها تقول لك وترد عليك وتقول لك انتوا شكرا على الاتفاق وشكرا بتاع، انت وصلت معلومات غير حقيقيه. لا مفيش قانون اتعمل، القانون اللي خرج من وزاره الرياضه قانون هزلي. قانون هزلي ولا يصلح لاداره الرياضه المصريه في لا معلش يعني دكتور انا عارف نختلف مع بعض في مصر ونقطع بعض ويقول لك قانون وحش قانون كويس، مفيش مشكله. طبعا الوقت بيخلص. اخر تصريح لدكتور محمد، تحب تقول حاجه؟ الدكتور فضل الله لعودته الى دكتور محمد. بص يا كابتن، اخر حاجه عشان الوقت بيخلص بس معلش. رايي الاخير ان احنا يجب ان نضع قانون يحترم بقى فعلا مكانه، لازم ان احنا نحب البلد. للاسف الذين يديرون الرياضه في مصر ما بيحبوش مصر. تمام. والله انا عاوز اسقف لك يا دكتور فضل الله على الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي. بشكرك دكتور محمد فضل الله. تعليق من الاستاذ بليغ سريع جدا. سريع جدا. ومعلومه الاستاذ ممدوح عباس. بالنسبه للاستاذ ممدوح عباس، أيوة. النهارده كان في اجتماع لسه حد خلصان من اكتر من ساعه، لان هم التواصل اجتماع مع مين؟ كان في سياده الوزير، مع اجتماعات مع قياده الوزاره ومديرين مديريات الشباب والرياضه. موضوع عوده الاستاذ ممدوح عباس على ان هم في اتفاق. تم الاتصال بالاستاذ ممدوح عباس. استاذ ممدوح عباس انت ما حدش فضله معاك، انت واللي هو صبري السراج بس، ما فيش حد معاك، يعني احنا هنعين تاني، والفيفا بتقول لك دي تعيينات، ما فيش تعيين، ما حدش موجود معاك، استقيل. الناس يعني في ده امن وطني. خلينا نتكلم بصراحه، الجمهور مش عاوزك، لا اللجنه الاولمبيه والوايت الالتراس مش عاوزك. في حصل في استقرار النادي، ايه التمسك بالمناصب ده، عاوز ترجع زمن الناس اللي بتمسك في الكراسي خلاص بعدت. الراجل تمسك وقال لك لا انا عاوز ارجع للنادي. حد الان لم يصدر قرار، وبكره في تم مناقشه الامور، وفي قرار من الجهه السياديه هيصدر قرار من جهه. عرضوا عليه يرجع 14 يوم لغايه كان هو المفروض ان هو يستقيل، وكان المهندس علي يعمل مؤتمر صحفي وبالشياكه كده يقول لك انا انسحبت ومش عارف ايه. هيصدر قرار من الجهه السياديه اعتقد ان هو الاجبار ان هو يقبل حل وسط عشان ما يدخلش مصر تاني. اخر حاجه برضك عشان نختم، لا ولا يهمك، انا بطالب بان هم مش بطالب بالاعضاء المناصب، مش بطالب المستشار خالد زين او الناس اللي كانت قابله تقبل انها تكون مجرد ديكور او المهندس او الدكتور حسن مصطفى بالاستقاله بس. انا طالب بمحاكمتهم، لان الناس دي ضللت الراي العام، عايشت الناس في وهم وقضيه وفي صراعات، وبعدت كل الرياضيين عن مصالحهم. حتى كان كرم جابر لو كنت حاضر في تكريم سياده المشير قال لك كان الناس اهملوني، الابطال ما فيش حد مهتم بالابطال، الناس اللي بتصنع بطوله ما حدش شايف، متفرغين للمشاكل. بطالب بمحاكمه الناس دي لانها اهانت الدوله وضللت الراي العام، انها الناس دي لازم تتحاكم وتتعاقب. والله انا كنت عارف الكلام ده، بس ما اقدرش اقول انه ما كانش فيه مستندات، لكن هم اللي كشفوا نفسهم. استاذ جمال تحب تقول ايه في انا بحب اطالبهم برضه مش بمحاكمتهم، ولكن بتقديم اعتذار رسمي للكابتن ظاهر ابو زيد اللي بالفعل كان بيحارب مصالح شخصيه وتم تضليل راي عام، والناس كرهت طاهر ابو زيد بسبب فزاعه محاربه الفساد، لكن هو في النهايه كان صح.
فالمفروض ان هم يعتذروا له، خاصه اللجنه الثلاثيه. طيب ده مش اللجنه الثلاثيه. الاستاذ ممدوح عباس انا عاوز اقول لك حاجه. ده في المؤتمر الصحفي لسياده المستشار خالد زين في تبريره في احد القنوات قال لك يعني ايه اللي حصل مع بليغ ابو عايد؟ قال لك هو قاعد تلقى تليفون قال له الكابتن طاهر ابو زيد بوظ المؤتمر. قال ده كلام يعقل. طب ايه الحل؟ الراجل بيقول ده الراجل صعيدي. ايه الحل الوسط؟ ازاي كده؟ ايه الحل الوسط الكلام بتاعه ده؟ تمام. ايه الحل الوسط اللي الاستاذ ممدوح عباس الحل الوسط قبل الانتخابات؟ قبل الانتخابات ان هو يقدم اعتذار رسمي عن المنصب ولو ما قدمش، لو ما قدمش مضطره الدوله ان هي ترجعه 14 يوم لغايه وفي حاله رجوعه لازم يتفتح باب الترشيح للانتخابات تاني. والله ده مجلس منتخب، لان كل ما بني على باطل فهو باطل. ده مفاجاه كبيره جدا. لا احنا لازم نعمل حلقه تاني اليومين الجايين. الجايين. هو الحصل خلي بالك خلي بالك في المجلس ده عليه مخالفات ماليه واداريه. يعني مجلس المجلس الاستاذ ممدوح عباس لو رجع هيدخل نفسه في دوامه تاني، هيدخل نفسه في دوامه تاني مشاكل. ما انا فاهم. لا القانون الحالي الساري بيقول لك حق الوزير في حاله وجود مخالفات ماليه. القانون الساري لحد الان الماده 224 بتقول لك القانون الرياضه ده ساري، دي فيه مخالفات ماليه واداريه. تمام. بسيبك من غض النظر ده كله. الاستاذ ممدوح عباس متمسك بالكرسي ليه يا كابتن كريم؟ انت عارف ان هو مكروه في النادي دلوقتي. طب ليه من وجهه نظر؟ من وجهه نظره ما حققش اي انجازات وهو بالفريق في ليه متمسك بالكرسي؟ حب الكراسي. ايه غير تمام. الكرسي غير كده؟ تمام. بشكركم شكرا جزيلا. معلش انا اللي اسف ان انا طولت شويه في فقره الاخبار، لكن لا. بصراحه انتوا قلتوا لنا شويه حقائق يعني كنا متوقعينها بس مش ماسكينها، ولكن نقدر نقول مين اللي وقع مين. هم وقعوا نفسهم طبعا. بالتاكيد كشفوا نفسهم بالمصالح الشخصيه. لو احلى حاجه كابتن لوبي الغردقه مبسوط قوي. بليغ ابو عايد مبسوط قوي. قضيتي مبسوط. انا بقول لك انهاروا لما الدكتور حسن مصطفى والكابتن حسن حمدي يشدوا. خلاص يا جماعه خلاص انتهى بعد الثوره. لم انتهى. ده الثوره النهارده. الثوره في الرياضه كانت بشكركم شكرا في الرياضه امبارح. بشكركم شكرا جزيلا استاذ جمال نور الدين ناقد رياضي بجريده الشروق. بشكرك شكرا شرفتنا. استاذ بليغ ابو عايد النائب الاول لرئيس القسم الرياضي عشان اسلام صادق الاول الثاني النائب الاول مصر اليوم والثورجي قسم الرياضي بالمصر اليوم. يعني افضل صحفي وافضل رئيس تحرير في اي مكان. انا بشيد بيه ويعني حبيبي جدا. لو انا بهزر معاه فهو من باب يعني الحب الشديد ليا. بشكرك يا استاذ بليغ شرفتنا. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي بكره ان شاء الله. الاسماعيلي وادي دجله بكره هيكون معانا ماتشين في الاستوديو التحليلي. هنبدا الساعه 3 الاستوديو التحليلي لمباراه الاسماعيلي وفريق تنشيتي بطل الكونغو، وبعديه على طول مباراه النادي الاهلي ويانج افريكانز الساعه 7. من الساعه 3 هنبدا مع بعض بكره ان شاء الله. بالتوفيق لكل الفرق المصريه وبالتوفيق لوادي دجله ومبروك للزمالك. وبكره ان شاء الله نتقابل في حلقه جديده. بكره مفيش كوره كل يوم في الاستوديو التحليلي للماتشات. تصبحوا على خير. تاني عن فزاعه الميثاق الاولمبي او اللجنه الاولمبيه الدوليه. ممكن توصل الرساله دي؟ ما يخلوش الدكتور فضل الله يطلع يتكلم عنه تاني. انا بقول لك اهو. انا بقول لك لا هي بص في خطا بيحصل في قضيه التخاطب مع دوله. انا بقول لحضرتك طالما اللجنه الاولمبيه والمنظمات دي لا تتحرك الا بموجب خطاب. اتخدعت يا دكتور. اتخدعت زي ما كل الناس اتخدعت. انا بقول لك اهو يا استاذ جمال. طالما ان انت بعت لها تقول لك وترد عليك وتقول لك انتوا شكرا على الاتفاق وشكرا بتاع، انت وصلت معلومات غير حقيقيه. لا مفيش قانون اتعمل. القانون اللي خرج من وزاره الرياضه قانون هزلي. قانون هزلي ولا يصلح لاداره الرياضه المصريه في اي مرحله. معلش يعني دكتور نختلف. انا عارف نختلف مع بعض في مصر ونقطع بعض ويقول لك قانون وحش قانون كويس. مفيش تمام. طبعا الوقت بيخلص. اخر تصريح لدكتور محمد. تحب تقول حاجه؟ الدكتور فضل الله لعودته الى دكتور محمد. بص يا كابتن اخر حاجه عشان الوقت بيخلص بس معلش. رايي الاخير ان احنا يجب ان نضع قانون يحترم بقى فعلا مكانه. لازم ان احنا نحب البلد. للاسف الذين يديرون الرياضه في مصر ما بيحبوش مصر. تمام. والله انا عاوز اسقف لك يا دكتور فضل الله على الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي. بشكرك دكتور محمد فضل الله. تعليق من الاستاذ بليغ سريع جدا. سريع جدا. ومعلومه الاستاذ ممدوح عباس. بالنسبه للاستاذ ممدوح عباس. أيوة. النهارده كان في اجتماع لسه حد خلصان من اكتر من ساعه لان هم التواصل. اجتماع مع مين؟ كان في سياده الوزير مع اجتماعات مع قياده الوزاره ومديرين مديريات الشباب. بقى موضوع عوده الاستاذ ممدوح عباس على ان هم في اتفاق. تم الاتصال بالاستاذ ممدوح عباس. استاذ ممدوح عباس انت ما حدش فضله معاك. انت واللي هو صبري سراج بس ما فيش حد معاك. يعني احنا هنعين تاني والفيفا بتقول لك دي تعيينات. ما فيش تعيين. ما حدش موجود معاك. استقيل. الناس يعني في ده امن وطني. خلينا نتكلم بصراحه. الجمهور مش عاوزك. للجنه الاولمبيه والوايت الالتراس مش عاوزك. في حصل في استقرار النادي. ايه التمسك بالمناصب ده وعاوز ترجع زمن الناس اللي بتمسك في الكراسي خلاص بعدت. الراجل تمسك وقال لك لا انا عاوز ليه. باعوا القضيه ولا ما باعوش القضيه؟ ما انا بقول لك ايوه يا لا.
انا بقول لك يا استاذ جمال، انا بقول لك باعوها ولا ما باعوهاش؟ ايوه يا لا. بالمنظر ده طبعا اتباع. متشكرين يا دكتور. بالمنظر ده طبعا اتباع. لما تيجي تقول لي خطابات لغايه شهر 2 بتؤكد ان انت ما تعملش اي انتخابات، وهذه اللائحه مخالفه للميثاق الاولمبي، واللجنه الاولمبيه تعترف بان هذه اللائحه مخالفه للميثاق الاولمبي، ونطلع ونتكلم بهذه الطريقه ونهاجم بهذه الطريقه عشان بتدافع عن قضيه مخالفه لوائح لميثاق اولمبي، ثم بعد ذلك تيجي تقول لي خطاب جه من اللجنه الاولمبيه بيقول نشكركم على اللي انتم عملتوه وعلى وصولكم لاتفاق، يبقى احنا بنهرج. يعني الجوابات اللي كانت قبل كده كانت بتتبعت من اللجنه الاولمبيه للجنه الاولمبيه، ما كانش تهريج يا دكتور؟ يا استاذ بليغ انت امام خطاب رسمي بيجي لك من اللجنه الاولمبيه، ما انت لازم بقى تفتح بقى تتكلم، لازم انتوا بقى تتكلموا الكلام ده. انتوا هم اتكلموا بما فيه الكفايه. يعني الدكتور فضل الله بعد اللي حصل بعد القعده دي، الراجل قابلني في اللجنه الاولمبيه واتكلم معايا وجهه نظر. انا بقول للدكتور فتح الله انت راجل فضل الله فتح الله يا دكتور فضل الله انت راجل محترم، وارجو ان تستقيل ولا تستمر في اللجنه الاولمبيه ولا يتم استغلالك اكتر من هذا. يا استاذ بليغ انا لما رحت اللجنه الاولمبيه رحت لكيان مصري، طب انا هسالك هتستمر يا دكتور؟ انا بطالبك انك انت بالانسحاب احتراما لعلمك واحتراما لتاريخك، بطالبك بالانسحاب. هو بيقول لك مش هيستمر، هو مش هيستمر. هستمر في ايه يا استاذ بليغ؟ انا رحت واستاذ جمال نور الدين يعرف محمد فضل الله من الكليه. يعني استاذ جمال نور الدين اللي جالس امامك يعرف محمد فضل الله من اولى كليه، مش يعرف محمد فضل الله بقى وهو دكتور، وهو يعلم ان محمد فضل الله ثابت على حقه وثابت على رايه من ساعه. طب عايز اخليك تنصحهم نصيحه يا دكتور، معلش. مفيش حد من اللجنه الاولمبيه اللي ورط مصر واهدر سمعتها الرياضيه في الخارج، محدش يطلع ينطق. نرجع تاني مع بعض ونروح للاستاذ جمال نور الدين، بيقول لي لسه بعد الفاصل في كمان كلام جامد. عايز اقول لك ان اللجنه الاولمبيه اللي خدت الضمانات، خدت حقوق اللجنه الاولمبيه المصريه اللي خدت الحقوق والامتيازات دي، خدتها بناء على توقيع من المهندس خالد عبد العزيز، وهو متاكد بان الحدوته دي لا هتفرق مع الوزاره ولا هتفرق مع اللجنه الاولمبيه، لان دور اللجنه الاولمبيه هي حلقه الوصل ما بين الاتحادات والوزاره. تمام؟ فحتى لو وقع، وانا متاكد ان هو وقع على الضمانات دي، حتى لو وقع على الضمانات دي فهي كانها لم تكن، لان دور اللجنه الاولمبيه معروف. ده حاجه. الحاجه الثانيه، من يتحدث عن بند ال8 سنين وفزاعه بند ال8 سنين، عايز اقول له على حاجه واحده، ان رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه بيقعد 8 سنين بموافقه الجمعيه العموميه، وبيقعد 4 سنين بعدهم اختياري، ممكن يقعد او ما يقعدش، وبعد كده يمشي من اللجنه الاولمبيه ما يرجع لهاش تاني. اعضاء المكتب التنفيذي 4 سنين في 4 سنين، يعني بند ال8 سنين. جمال اتدخل معاك في الجزئيه دي. بس بند ال8 سنين مش اتكلموا اتناقشوا يعني. لو في عايز تقول حاجه انا عاوز اقول لك التهريج، يعني حتى كان الاستاذ اسلام صدق هو اللي عامل الموضوع ده. التهريج اللي بيحصل في لجنه ال50 اللي كانت عاملاها اللجنه الاولمبيه لاعداد القانون، عملوا بند ايه بالنسبه للمنصفين؟ قال لك التمسك ببقاء بند ال8 سنين، ولكن اذا رغبت الجمعيات العموميه بناء على رغبه الجمعيه العموميه غير. شايف التهريج؟ شايف تفصيل اللوائح؟ شايف ترزيه اللوائح اللي احنا بنتكلم عنها؟ ولا تقربوا الصلاه؟ شايف اللي بيحصل؟ طيب انا معايا دكتور محمد فضل الله، يعني طبعا خبير استاذ اللوائح والقوانين والتشريعات الرياضيه، ونشوف رايه ايه. انه كان في كلام متناقض كان الدكتور محمد بيقوله، فنعرف بقى رايه ايه بعد تاجيل او بعد ضمان وجود انتخابات وخطاب اللجنه الاولمبيه الدوليه، وهو المتحدث الرسمي باسم لجنه ال50 اللي طلعت من اللجنه الاولمبيه المصريه. طيب دكتور محمد ازي حضرتك؟ كابتن كريم ازي حضرتك؟ سلام لحضرتك ولضيوفك الاستاذ جمال والاستاذ بليغ. الله يخليك يا دكتور. ايه رايك في اللي حصل، الشقلبه اللي حصلت اليومين اللي فاتوا دي؟ بص يا استاذ كابتن كريم، طبعا اللي حصل ده انا بالنسبه لي انا برفضه تماما. ما ينفعش تدار الرياضه المصريه وفقا لهذا النهج. الصح واللي انا مصر عليه واللي هفضل مصر عليه، سواء اختلفت مع اللجنه الاولمبيه، الاستاذ بليغ كان معايا عشان خاطر الناس ما تقولش ان انا بقى كان الاستاذ بليغ بيقول ان انا متفق مع اللجنه الاولمبيه، لا انا متفق مع اللجنه الاولمبيه في هذا القرار. الصح ان انت كنت تخرج لقانون جديد يحترم الرياضه المصريه ثم تجري عليه الانتخابات. وده رايي يا كابتن كريم، قلته عند حضرتك اكتر من مره. ما حدث في هذا الامر من خطاب ذهب للجنه الاولمبيه الدوليه
بيؤكد ان كل حاجه تمام، وان واحد بتاع نادي الترام طلع معاش، والنادي الترسانه استقالوا، واستاذ ممدوح عباس نرجعه لحد، والكلام ده كله هذا تهريج في اداره الرياضه المصريه. يرجع ازاي ممدوح عباسي لحد يا دكتور؟ انا بقول لك ده الكلام اللي بيحصل، هو ده الكلام اللي بيتقال. اولا هذا الخطاب عشان تيجي اللجنه الاولمبيه الدوليه كمنظمه دوليه تيجي تقول لك بعد ما هي ارسلت خطابات بتؤكد على ان انت لازم تصدر قانون تتبعه بلائحه ثم تجري انتخابات على هذا القانون ولا تقوم باي اجراء انتخابات على لائحه دلوقتي، الخطابات اللي كانت بتصدر قبل كده، وتيجي تغير رايها بهذا الطريقه، انا بقول لحضرتك بلغت باحداث ليست حقيقيه منطقيا. عشان تيجي تقول لي خطابات ترسل لغايه طب يعني كده المشكله والعيب بقى في اللجنه الاولمبيه المصريه بعد ما خدوا الامتيازات من وزير الشباب والرياضه، يبقى كده غيروا كلامهم تماما. دكتور باعوا القضيه ولا ما باعوش القضيه يا دكتور؟ هم مسؤولين اللجنه الاولمبيه الدوليه يعني النادي حد الان لم يصدر قرار، وبكره في تم مناقشه الامور وفي قرار من الجهه السياديه هيصدر قرار من جهه. عرضوا عليه يرجع 14 يوم لغايه كان هو الانتخابات. كان المهندس علي يعمل مؤتمر صحفي وبشياكه كده يقول لك انا انسحبت ومش عارف ايه. هيصدر قرار من الجهه السياديه اعتقد ان هو الاجبار ان هو يقبل حل وسط عشان ما يدخلش مصر تاني. اخر حاجه برضك عشان نختم، لا ولا يهمك، انا بطالب بان هم مش بطالب بالاعضاء المناصب، مش بطالب المستشار خالد زين او الناس اللي كانت قابله تقبل انها تكون مجرد ديكور او المهندس او الدكتور حسن مصطفى بالاستقاله، بس انا طالب بمحاكمتهم لان الناس دي ضللت الراي العام، عايشت الناس في وهم وقضيه وفي صراعات وبعدت كل الرياضيين عن مصالحهم. حتى كان كرم جابر لو كنت حاضر في تكريم سياده المشير قال لك الناس اهملوني، الابطال ما فيش حد مهتم بالابطال، الناس اللي بتصنع بطوله ما حدش شايفها، متفرغين للمشاكل. بطالب بمحاكمه الناس دي لانها اهانت الدوله وضللت الراي العام، انها الناس دي لازم تتحاكم وتتعاقب. والله انا كنت عارف الكلام ده بس ما اقدرش اقول انه ما كانش فيه مستندات، لكن هم اللي كشفوا نفسهم. استاذ جمال تحب تقول ايه في خلال؟ انا بحب اطالبهم برضه مش بمحاكمتهم ولكن بتقديم اعتذار رسمي للكابتن ظاهر ابو زيد اللي بالفعل كان بيحارب مصالح شخصيه وتم تضليل راي عام، والناس كرهت طاهر ابو زيد بسبب فزاعه محاربه الفساد، لكن هو في النهايه كان صح. فالمفروض ان هم يعتذروا له، خاصه اللجنه الثلاثيه. طيب مش اللجنه الثلاثيه الاستاذ ممدوح عباس انا عاوز اقول لك حاجه. ده في المؤتمر الصحفي لسياده المستشار خالد زين في تبريره في احد القنوات قال لك يعني ايه اللي حصل مع بليغ ابو عايد؟ قال لك هو قاعد تلقى تليفون قال له الكابتن طاهر ابو زيد بوظ المؤتمر. قال ده كلام يعقل. طب ايه الحل؟ الراجل بيقول ده انا راجل صعيدي. ايه الحل الوسط؟ زي كده ايه الحل الوسط الكلام بتاعه ده؟ تمام. ايه الحل الوسط للاستاذ ممدوح عباس؟ الحل الوسط قبل الانتخابات ان هو يقدم اعتذار رسمي عن المنصب، ولو ما قدمش لو ما قدمش مضطره الدوله ان هي ترجعه 14 يوم لغايه وفي حاله رجوعه لازم يتفتح باب الترشيح للانتخابات تاني. والله